يا مساء السعادة على عيونكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايبي جايبه لكم توفير. النهاردة احنا مادام عملنا الفول هنعمل الطعمية. كل شوية بشتري ب10 جنيه عجينة طعمية، بشتري كل يوم ب10 جنيه طعمية كتير. فأنا قلت لأ، أجيب نص كيلو فول مدشوش وانقعه من بالليل علشان نعمل عجينة طعمية، وهي تقعد لرمضان. الله أعلم بقى تقعد لرمضان مش هتقعد لرمضان، المهم إنها في البيت يعني. دلوقتي يا حبايبي أنا جبت نص كيلو فول مدشوش ونقعته قبلها بليلة ونقعته قبلها بليلة. فأنا طبعا نقعت الفول من بالليل قبل ما انام، وقلت ايه، علشان هو بس لو انا لازم انقعه قبلها بليلة علشان يتضرب معاكي كويس، وما يبقى ناعم، ما يبقوش فيه بواقي كده من الفول، عشان يبقى هشش معاكي. بصي انا نقعت نص كيلو والله زاد معايا كده ازاي زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا قطعت الخضره، وقطعت الخضره وبصل، وهنحط توم فصين كده، فصين 3 توم كده محترمين، ودي ربطه كرات. زي ما انتم شايفين انا قطعت ربطه الكرات، وهحطهم مع بعض في الفول. ما تنسوش يا بنات تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه، علشان ده هيفرحني جدا جدا جدا. وهو زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت الفول، الكرات على الفول. وادي البصل اهي. بصي هي البصله كبيره يعني، انا حطيت بصله كبيره، لو عندك بصله صغيره حطي بصلتين زي ما انتوا شايفين. اهدي البصله، وهحط الثوم، وهنحط جزء جزء معاه. دلوقتي في حاجه عايزه اقول لكم عليها، انا ما باجي احط عجينه الطعميه في كيس ما بحطش عليها بهارات خالص، ولا ملح ولا كزبره ولا اي حاجه خالص. بتحطيها، انت بتحط البهارات لما تيجي تعمليها، علشان هي هتسود منك. لو انت حطيت البهارات وحطيتها في الفريزر هتسود منك وتغمق. فاحنا عايزينها تبقى ايه، خضره كده. وانت لو عايزه بصي، لو انت عايزه تكتري الخضره كتري، انا ما بكترش الخضره عشان ما تبقاش غامقه، تبقى فاتحه كده. دلوقتي اهو بقلبهم كلهم كده مع بعض، بقلبهم كده كلهم مع بعض علشان تشوفوا اهو. واحط حبه حبه في الايه، في الكبه. وهحط ايه، كوبايه. بص انا هيبقى معايا كوبايه ونص ميه. هحط شويه ميه وانا بضربها علشان تساعد في الضرب، علشان تساعد في الضرب. وانا بقى هي بص هي اخدت معايا وقت عشان انا ايه، ما حطيتش الكميه كلها. فانا زي ما انتم شايفين اهو، هحط شويه ميه. انا بوريكم هي بتتضرب كده اهو. دي كانت سرعه قليله، انا معلش السرعه قوي عشان برضو الخلاط. فدلوقتي اهو، هقلبها وبعد كده احط الميه تاني. والله يا جماعه هو بتوفر جدا 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 في وقت ومجهود، ودخل عليك رمضان. فطبعا في رمضان ما فيش ناس يعني بتفتح بتاع طعميه يعني انا عندي انا عشان انا محافظه اسماعيليه، فعندي في ناس كتير جدا يعني ما بتفتحش في رمضان الطعميه. يعني بص ممكن يكون اخر 10 اواخر من رمضان تلاقي طعميه. فانا بصراحه بحب الطعميه جدا، انا بحبها جدا. فانا ايه قلت، والعيال عندي بيحبوها، فانا قلت لا اعمل عجينه الطعميه. والله لو خلصت اعمل تاني. بصوا بقى شايفينها لما ضربتها جامد ازاي. بصوا، بصوا هشه ازاي، بصوا هشه ازاي، جميله ازاي. انا بقى يعني انت هتعملي مثلا في السحور، هتعملي كام واحده؟ مش هتكتر يعني، على الكيس هتطلعيه هتعمليه، هتطلعيه من الفريزر يفك شويه، يفك خالص. انا وهقول لك انت هتجيبيه، هتحطي شويه في الكيسه وهتبططيها وتفرديها كده، علشان ما تبقاش معاكي مجمده خالص وتاخد وقت انها تفك، يعني انها تفك. لكن الطريقه دي بصوا، شوفي النص كيلو بقى عمل، شفت الكميه كلها وجميله ازاي. بصوا هشه ازاي، اللهم بارك اللهم بارك. والله يا جماعه الطريقه دي تحفه. انا شلت حبه في طبق اهم علشان انا هقليها معاكم وتشوفوها. والله يا جماعه تحفه، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا جدا. ولو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه، يعني تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. بص انا بحط حبه صغيره، حبه صغيرين في الكيسه، وايه وببططها اهي. بصوا شايفينها ببططها كده عشان اخرج منها الهواء. وما تيجي تفك هتفك كده معاكم، هتطلعوها كده هتحطوها في طبق وتسيبوها، هتلاقوها فكت خالص معاكم. وتحطوا بقى البهارات، الملح. انا كنت بحط سنه بيكربونات، سنه صغيره يعني شعرايه كده، شعرايه بمعلقه شاي صغيره. بس وبحط الملح وبحط كزبره. عايزه بقى تحط شطه حط، لكن احنا مش بنحب الشطه. بصوا عملوا نص كيلو، عملوا معايا 6 اكياس اهو. بصي يا حبايبي عملوا معايا 6 اكياس عجينه طعميه من نص كيلو. انت بقى عايزه تزودي الكميه زودي، مش عايزه تزودي براحتك، بس انا ما بحبهاش تقعد في الفريزر كتير يعني. اهو ملح، ادي شايفين اهو ملح
والكزبرة. والله انا بفرح جدا من الكلام اللي انتوا بتكتبوا لي في الكومنتات، ويا رب يا رب يا رب افضل كده دايما يعني ببسطكوا، وبفرح جدا من الكومنتات بتاعتكوا. وانا بدأت يعني عيلتي تكبر، يعني لسه في البداية، بس والله العظيم يعني كلامكم بيفرحني وبيشجعني جدا. وانا يعني ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويسعدكم ويفرحكم دنيا واخره، اللهم امين في الحق الايام المفترجه اللي احنا فيها، ويخلي لكم عيالكم وما يحكوا لحد ابدا 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 يا رب، ويخلي لكم عيالكم يا رب، ويرزقكم ويرزقنا. ويا رب اللي ما ربنا ما رزقهاش بالذريه الصالحه ربنا يكرمها ويرزقها بالذريه الصالحه يا رب، اللهم امين. دلوقتي بس بصي يا حبايبي